كنت بتمشى في وسط البلد كده وافتكرت المشهد الجميل ما بين أمينة وسي السيد لما نزلت وضربتها السوارس. أصل الحكاية يا سي السيد انطعي. السوارس صدمتني. سوارس؟ أنا غلطت يا سي السيد. ما تيجي اما احكيلكوا حكاية عمارة سوارس أو عمارة ميدان مصطفى كامل، وبالمرة أقول لكم مين هو سوارس. يلا بينا. رافائيل سوارس هو أحد رجال الأعمال اليهود اللي ساهموا في الاقتصاد المصري، وأسس البنك الأهلي المصري، وكمان شارك في إقامة سكة حديد مصر ومشروعات كتير، ومن أشهرها شركة سوارس لعربيات نقل الركاب، واللي أطلق الشارع المصري اسم صاحبها سوارس على هذا النوع من وسائل المواصلات. وفي ميدان البدروم اللي هو دلوقتي ميدان مصطفى كامل اشترى سوارس قطعة أرض كبيرة وبنى عليها قصر كبير سماه قصر سوارس، علشان كده كان الميدان ده زمان اسمه ميدان سوارس. بعد كده اتهد القصر واتبنى مكانه عمارة سموها عمارة سوارس، وسموا الميدان باسم سوارس. لكن بعد كده حطوا تمثال مصطفى كامل وتسمى الميدان باسم ميدان مصطفى كامل. والعمارة دي اتبنت سنة 1897 وصممها المهندس أنطونيو لاشياك مهندس السرايات الخديوية، وتصممت على الطراز المعماري نيو رينيسانس، وهو طراز يعتمد على إعادة إحياء عصر النهضة الإيطالي بشكل معاصر. وبيوجد في العمارة نادي سيدات القاهرة. النادي ده اتأسس سنة 1924 وهو نادي اجتماعي مخصص لسيدات القاهرة. يا رب تكون جولتي عجبتكم في عمارة سوارس، واشوفكم في جولات جديدة. باي باي.